يقف أفراد الجمارك على العديد من الطرق الاحتيالية لتمرير وتهريب مختلف الممنوعات. عندنا طرد نشبه احنا في زوم عاود رجع لور سي بون هذا الطرد يخضع الفحص العيني دوك نشوفوا واش كاين فيه. طريقة ملتوية وقفنا عليها رفقة أفراد الجمارك كانت تهدف إلى سرقة تراث الجزائر. لاحظنا في عديد من المرات أن بعض شبكات التهريب تقوم بتفكيك بعض المعدات الحساسة وإرسالها بصفة مجزأة عبر وسائل النقل الجوي، عبر الطرود البريدية وطرود المتعاملين الاقتصاديين، ناهيك عن تهريب العملة وكذلك القطع النقدية.